ازيكم يا حبايبي؟ النهارده عاملين ايه؟ النهارده عندنا فيديو مهم جدا لكل بنت وكل شابه وكل سيده مش عارفه انواع البهارات. كلكم بتروحوا تشتروا البهارات جاهزه، وطلبت مني اكتر من مره ان انا اعرفكم البهارات اللي احنا بنستخدمها في انواع اكلات. عايزه اقول لكم حاجه، مفيش ست نفسها حلو ونفسها وحش. لا، في ست بتعرف تستخدم البهارات وتوظفها كويس، وفي ست ما تعرفش. فاحنا هنا كل ست بتلاقي لها نكهه، او طعمها اكلها مختلف، او بتتعلم اكله جديده. هنا بتعتمد اللي بيدي النكهات وبيدي الطعم وبيدي النفس هو البهارات للاكل. هنا هعرفكم بقى جميع انواع البهارات اللي ممكن نستند عليها. عندنا هنا الاول امامنا البهارات اللي هي بتستخدم، اللي هي الكمون والكزبرة والفلفل، وعندنا الحبهان، وعندنا قدامنا الابيض ده اللي هو ملح الليمون. دلوقتي احنا البهارات دي نستخدمها في ايه؟ بنعمل بيها ايه؟ كل بهارات لما بتتكون على بعض مع بعضها بتدي طعم مختلف. زي مثلا نيجي نعمل المحشي، بنحط كزبرة وفلفل وشطة وكمون ونعناع. في بعض الناس تانية بتضيف قرفة وبتضيف جنزبيل وبتضيف بهارات محشي مشكلة، فبالتالي تلاقي الطعم تروح عند دي ليه مختلف عن اللي بتاكليه عند التانية بالبهارات القديمة بتاعتنا مختلف. عشان كده يقولك ايه، دي عندها محشي مختلف عن دي، وهي الأصل في الأصل كله بتبقى تكوينات البهارات. هنوضح دلوقتي. ادي اول بهار هنشوفه اللي هو الزعتر البري، واللي بعده ده الكوبيبه الشامي. انا بوريلكم في صورته الحب اللي هي بتيجي اصلا خامه. اللي هتقولي لي الزعتر ده بنستخدمه في ايه؟ اقول لكم في سلطه البيتزا وتتبيله الفراخ. والكوبيبه الشامي بنستخدمها في ايه؟ في بعض تتبيلات الفراخ. وقدامنا هنا الشطه قرون، بجيبها حتى الشطه بجيبها قرون، وحتى بجيب القرفه قدامنا هنا بجيبها سيجار، بستخدمها في كده واستخدمها كده. وكلنا عارفين طبعا الفلفل الاسود والكمون والكزبره. وهنا الجنزبيل في صورته البودرة وفي صورته الخامة، ان هو بيجي بردك ممكن يتقطع بطريقة الخامة بتاعته، وبيتشرب مشروبات وبتدخل في الاكلات وبتدخل في حاجات تانية. هنا عندنا الحبهان. الحبهان هتفوجئوا النهارده ان هو بيجي بصورتين، حبهان لونه اخضر وحبهان لونه اسود. طبعا الحبهان جاي ده من بره من الامارات، ويستخدموه عادة في اللحوم لانه ليه طعم لاذع جدا وسن حراق، غير الحبهان الاخضر اللي انتوا عارفينه بيستخدموه في القهوة وبيستخدموه في الشوربة. هنا قدامنا الكركم هنا في صورته اللي هو مطحون، وفي صورته ان هو كعشب خامة لوحده. انا بجيبه في الصورتين عشان بستخدمه، ساعات بستخدمه كده وبستعد استخدمه كده. بعد كده هنشوف تباعا اللي هنا السماق. هتستغربوا هنا ان السماق اصلا بيجي عشب عاملة زي حبة العدس وهي مززة، بس احنا بنشتريه جاهز بنلاقيه لونه احمر كده ومطحون. طبعا هو مش بالحمار ده، ومحطوط عليه ملح ليمون. فانا وريتكم اهو ان انا بستخدم السماق عباره عن زي حبه العدس وبحط عليه نسبه ملح ليمون وبعمله. وقدامنا هنا زر الورد، بنستخدمه بردك في بعض النكهات في المشويات. ورق اللورة هنا كله متعارف عليه، بس بردك ممكن تستخدموه مطحون وممكن تستخدموه صحيح. بعد كده عندنا المسمار، عند بعض الناس بيسموه المسمار، وهو القرنفل. القرنفل دي ليه استخدامات طبية كتيرة جدا، وفي بيحطوه على الشاي، وفي بيستخدموه في المشويات، وليه استخدامات ممتعة جدا، وممكن يكون مسكن كمان لألم الأسنان. بعد كده عندنا الخردل ده بيجي حب كده، والخردل منه نوعين، بس احنا بنستخدم الخردل الاصفر، في منه اسود. الخردل الاصفر هنا بنستخدمه في المستردة. وازاي اعلمكم ازاي من كوبايتين خردل زي ده تعملوا كمية مستردة قد كده وتستخدموها في كل حاجة. ومعظمنا كلنا بنروح نشتري الازازة صغيرة قد كده بسعر وقدره. بعد كده هنلاقي عندنا اتنين مرتبطين ببعض، حبة البركة
والعصفر. الاتنين دول عادة بنستخدمهم في المخللات فقط، والليمون المعصفر بنحطه على ايه المخللات عادة. بعد كده في حاجة اسمها شمر، والشمر ده بنستخدمه في اللي هي القرص، بتبقى طعمها ونكهتها جميلة جدا، وانتوا تروحوا تشتروها وتلاقوها ايه فيها شمر وفي ينسون، بس انا بستخدم الشمر عادة. بعد كده عندنا المادتين المطحونين دول عبارة عن توم باودر وايه وبصل باودر. هنا لازم لما تيجوا تشتروهم لازم تعرفوا ان هم فيهم غش، لازم تلاقوا نكهتهم قوية جدا، ونكتب على البرطمان بتاعهم ده توم وده ايه بصل. واخر حاجة اللي هي لون الزعفران بنستخدمه كلون، احنا منقدرش نشتري الزعفران الاصلي غالي جدا، وده بنستخدمه في الكبسة، وساعات بنعمل ايه ندم بيه الفراخ في التحمير. هنا هنديكوا بقى ازاي احنا بنعمل توابل، بنشكل بقى التوابل بتاعتنا. هنا عندنا توابل عبارة عن كبيبة سين، وعن فلفل، وعن شوية كمون، ورق ربرة، وحبهان، وفلفل اسود. الخلطة دي تستخدم في الكبيبة الشامي، مستخدمش اكتر من كده. وبنحط معاها شوية بابريكا علشان تدينا لون حلو للكبيبة الشامي. وايه في اللحمة بنحط فلفل اسود وملح وشوية دبس رمان، بس هي دي الخلطة بتاعتها المعتادة اللي احنا بنستخدمها. بعد كده هنلاقي خلطة الصلصة اللي احنا بنحطها في البيتزا، عبارة عن البردقوش وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وطبعا مع الصلصة. فاحنا برضك هنعملها ونخزنها في برطمان، بتكون جاهزة ان احنا نحطها على البيتزا قبل ما نستخدمها. احنا ممكن نشكل بهاراتنا بطريقتنا حسب التذوق بتاعنا. اوريكم بقى دي تتبيلة خاصة بالفراخ المشوية، اي فراخ مشوية بتخش الفرن: بصل باودر، توم باودر، جزابيل، سماق، وعليه اللي هو السماق